هكلمكم عن الصحاب. مش هقول لكم الصحاب 3 انواع او 4 او 2 او 1. هكلمكم ان في صاحب ده اسمه صاحب عمرك، ان انت اصلا ده من وانت صغير وهو معاك، ما بيسيبكش، بيحبك الخير، نفسه يشوفك ان انت احسن منه، بيعتبرك ان انت مش صاحبه بس، يعني اكتر من اخوك. يعني ممكن يضحي بحاجات كتير علشانك. ده الصاحب اللي انت تقول الحمد لله ربنا بعت لي اجمل حاجه في الدنيا، اني لقيت صاحب جدع. في بقى نوعيه من الصحاب تاني، ان صاحب المصلحه، يفضل طول الوقت معاك ما يسيبكش لغرض واحد، ان هو مستني منك مصلحه. مجرد ما المصلحه تروح ولا هيعرفك، ولا حتى ممكن يفكر يرن عليك بالغلط، ولا حتى يسلم عليك. ده اللي احنا بنقول عليه بند، ده الصاحب اللي عشان عايز منك مصلحه. مجرد لما المصلحه تروح والله ما هتعرف عنه اي حاجه، ولا حتى يرن عليك بالغلط. مش هيظهر في حاله واحده، ان برضه لو في مصلحه هيظهر ويبقى حبيبك، يبقى معاك طول الوقت، بس برضه عايزك عشان مصلحة. في بقى نوعية من ناس تالتة، إن ده خبيث، بيعمل إن هو بيحبك، وإن هو بقى عليك، وإن هو نفسه يشوفك أنت أوحش واحد في الدنيا، إن هو بيكره لك أي حاجة، مش بيحب لك الخير، بس هو بيبين إن هو حبيبك، وبيجي يضحك في وشك، يقول لك أنت صاحبي ومش عارف إيه وحبيبي وبتاع. بس مجرد ما تفكر تديله ظهرك، مش هقول لك بقى، بيقول عليك أبشع الكلام في الدنيا. دي نوعين من الصحاب. يعني دي سلسلة الصحاب. في الصاحب اللي يعمل كل حاجة علشانك، ويبيع كل حاجة في الدنيا علشانك، وفي الصاحب اللي بتاع مصلحتك، وفي الصاحب بقى اللي أصلا بيكره لك الخير. احنا بقينا في زمن عجيب، في اللي بيحبنا من قلبه بجد، وفي اللي بيكره لنا أوحش حاجة، برغم إن احنا منعملش حاجة لحد. احنا نستنى نلاقي حد كويس، نعمل احنا كمان كل حاجة علشانه، نبيع بكل حاجة في الدنيا علشانه. هي دي قصة سلسلة الصحاب.